هنعمل مع بعض الكيكة بقى الاقتصادية من غير لا لبن ولا بيض ولا زبادي ولا سمنة، بالشكل الجميل دي طالعة كده شكلها تحفة ومرتفعة كده وجميلة. هنبدأ كده مع بعض على طول. طبعا معايا شفشق كده الخلاط، هنزل بكوباية سكر، نص كوباية زيت زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل طبعا ببديل البرتقال. لو عندك طبعا عصير برتقال فريش او مخزناه ممكن تنزلي بكوبايه، ما عندكيش يبقى تعملي زي كده. معايا كيس فروتي برتقال، هنزل بيه كده في الكوبايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وهنزل بكوبايه ميه بالشكل ده كده، وهبدأ بقى ان انا اقلبها كويس. هيبقى معاكي احلى عصير برتقال. طبعا ما فيش عصير برتقال يبقى مش هنعمل كيكه لاولادنا، لا هنتصرف وهنعمل. نزلت كده بعصير البرتقال، يبقى انا كده نزلت بنص كوبايه زيت وكوبايه سكر، كوبايه عصير برتقال، وطبعا كيس فانيليا. كل ده كده في الخلاط هتضربيه كويس. طبعا لو وصلت بقى معايا لحد هنا متنسيش تدعميني في القناه واللايك والشير عشان يوصلك كل جديد. طبعا ضربت كده الخليط كويس في الخلاط بالشكل اللي انت شايفينه ده. طبعا هتجيبي الدقيق بتاعك، معايا كوبايتين ونص دقيق بالكوبايه اللي انا موريها لكم دي كده، كوبايتين ونص دقيق طبعا. وهتنزلي بكيس بيكنج باودر على الدقيق طبعا، ولازم تقلبي الدقيق كويس. طبعا الدقيق بتاعك لازم تكوني نخلاه عشان كده يخش هوا كده والكيكه بتاعتك كده تبقى مرتفعه كده وجميله. طبعا بدأت كده ان انا اقلب الدقيق كده مع البيكنج باودر كويس بالمضرب، وهنزل بقى بالخليط. شايفين الخليط شكله عامل ازاي؟ شكله كده جميل. بدأت بقى ان انا اقلب كده كويس. طبعا بعد ما قلبت الخليط بتاعي لقيتها كده لسه سميكه، هنزل بكوبايه ميه، كوبايه ميه دافيه. طبعا الخطوه دي يا جماعه جميله ومحدش يخاف منها، عشان الميه دافيه مش هو سخنه، يعني مش هتفسد البيكنج باودر ولا حاجه، لا هتطلع معاكي مظبوطه. طبعا قلبتها كويس، وهنزل بقى في الصواني بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، بتبطنيها كويس طبعا بسمنه او زيت، وترشها كده دقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وهنزل بقى بالخليط بتاعي في الصينيه كده. طبعا مش بتملي الصينيه الاخر، لازم بتسيبي كده فراغ عشان خاطر طبعا الكيكه لسه بترتفع في الفرن. دخلتها الفرن اخدت معايا 30 دقيقه وطلعت بالشكل التحفه دي، هشه وجميله، وشايفين لونها عامل ازاي؟ جربوها مش هتندموا. طبعا قلبتها بس ما تقلبهاش وهي سخنه، هتطلع معاكي تحفه.